السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحيالي والجزء الخامس من أدوية ارتفاع ضغط الدم. طبعا اليوم عندنا النوع الخامس واللي هو نون سيلكتيف بيتا 1 and بيتا 2 بلوكر، واللي هو حاصرات بيتا 1 و2 الغير انتقائية. طيب يعني هاي الحاصرات هي حاصرات بيتا الغير انتقائية، والتي هي نوع من الأدوية التي تحجب مستقبلات بيتا 1 و 2 الأدرينالينية في الجسم، وهي جزء من الجهاز العصبي الودي، وأيضا تؤدي إلى تقليل تأثير الهرمونات التوتر على القلب والأوعية الدموية. طبعا هاي الأدوية هي من أقوى الأدوية التي تغلق كل الأنواع، اللي هو دواء بروبرانولول. طبعا نجي على هذا الدواء، هذا الاسم العلمي وهذا الاسم التجاري وهذا الشكل الصيدلاني والقوة الدوائية وأيضا اسم الشركات، وهاي عندك الأشكال. طبعا استخدامات هذا الدواء هو لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويستعمل من التقليل الجهد على القلب في علاج الذبحة الصدرية، لكن النوع المستقر. هنا عندنا علاج زيادة ضربات القلب، ويستخدم في بعض حالات مشاكل الغدة الدرقية اللي هي تكون الخفقان، وأيضا يستعمل في بعض حالات الوقاية من نوبات الصداع النصفي، وأيضا أو أخيرا يعطى في بعض حالات القلق قبل المقابلة في العمل أو قبل تقديم شرح أمام جمهور من الناس. طبعا الآثار الجانبية هي الشعور بالتعب، برودة في الأطراف، غثيان، بطء دقات القلب، وصعوبة في التنفس. نجي على التنبيه. يجب تنبيه المريض على استخدام هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب، وعدم التوقف المفاجئ لاستخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب، حيث أن التوقف المفاجئ عن تناول هذا الدواء قد يؤدي إلى تفاقم المرض. عند الشعور بأعراض مثل ضيق النفس أو بطء في دقات القلب، إخبار الطبيب بأقرب وقت ممكن، وعدم استخدام الجرعة المضاعفة، لأن الجرعة المضاعفة احتمال تزيد الحالة. طيب موانع استخدام هذا الدواء. هنا اكو شيء مهم، ممنوع مع مرضى الربو. طبعا قبل احنا بالجزء الرابع كان مناسب لمرضى الربو. هنا عندنا ممنوع على مرضى الربو لانه يغلق بيتا 2 ويعمل بروكا سبازم، يعني تشنج قصبي بالقصبات الهوائية. وهنا أيضا يوجد مشكلة مع مرضى السكر، خصوصا النوع الأول، لأنه ممكن أن يعرض المريض ويدخل في غيبوبة انخفاض السكر، لأنه يغلق بيتا 1 على القلب، وأيضا التي تعمل خفقان، وأيضا بيتا 2 على الكبد، والتي تقلل الجلوكاجون، يعني هذا هرمون ينتج البنكرياس واللي يتحكم بمستويات السكر. بعد استعماله لفترة طويلة يرفع مستوى أيضا الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم. يعني هاي النوع لازم احنا نعرف الموانع استخدامه على الربو والسكر، وأيضا اللي عندهم دهون. طيب هنا هاي النوعية ممنوع استخدام هذا الدواء من خلال فترة الحمل والرضاعة، والجرعة حسب الحالة المرضية والتي يوصف لها هذا الدواء، لأن له استخدامات عديدة ويفضل حسب تعليمات الطبيب. يعني هذا إذا أنت كنت صيدلي ما ستعطيه لأي أحد، لازم أكو طبيب هو اللي يقوم بتشخيص الحالة وينطي هذا الدواء. طيب هنا نجي أيضا للنوعية الأخرى السادسة، اللي هي بيتا 1 و 2 وألفا 1 الأدرينالينية، حاصرات بيتا 1 2 ألفا. عن هذا النوع أيضا نفس النوع الأول، ولكن يغلق أيضا ألفا 1 الأدرينالينية، يعني يشتغل على الأدرينالين بيتا 1 و 2 وألفا 1. طبعا هذا النوع
يدعى بالكار في دي لول. ايضا نيجي نلقاه هنا عندنا الاسم العلمي، هنا عندنا الاسم التجاري، هاي الاسماء التجارية، وهاي عندنا الاشكال، وهاي عندنا القوة الدوائية، وهنا اسم الشركة، وهاي عندنا الأغلفة اللي تيجي بيه. طبعا استخداماته هو لفشل عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والأزمة القلبية، وحسب حالات أخرى أيضا بوصفة الطبيب المختص. الآثار الجانبية طبعا هي نفسها تقريبا، عندنا هنا الدوار وانخفاض ضغط الدم وبطء في دقات القلب وارتفاع سكر الدم. أيضا كان ذاك النوع أيضا ارتفاع في سكر الدم، يعني ما ينطي جماعة السكر، وصداع وزيادة في الوزن. يجب تنبيه المريض على استخدام هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب. طبعا كل الأدوية تستخدم ما عدا الأول نوبات نطوب بالحالات الطارئة اللي هو الكابوتين، ينطوي نوبات إذا كانت هناك مثلا حالة ارتفاع طفيف في ضغط الدم، فينطوه إما تحت اللسان وإما يعني يبلعها. هنا عندنا عدم التوقف المفاجئ استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب، والتوقف المفاجئ عن تناول هذا الدواء قد يؤدي إلى تفاقم المرض. عند الشعور بأعراض أيضا ضيق النفس، بطء في دقات القلب، يجب إخبار الطبيب بأقرب وقت ممكن أو التوجه إلى الطوارئ. طبعا موانع استعمال هذا الدواء هي حساسية الدواء والربو. أيضا جماعة الربو ما يأخذوه نفس تقريبا ذاك، لأن هو نفسه يغلق بيتا 1 واللي تأثر على التشنج القصبي والتهاب القصبات قلنا والشعب الهوائية، وأيضا بعض أمراض القلب مثل البطء. يعني أكو أمراض القلب والعياذ بالله هواية، منها بطء في دقات القلب، فلا يجب يعني تنتبه إلى يعني هاي المسألة. عندنا مرض السكري قلنا لأن يغلق بيتا 1 على القلب ويغلق أيضا بيتا 2 على الكبد. عندنا الذبحة الصدرية وانخفاض ضغط الدم، هاي هنا لازم فقرة مهمة. هنا عندنا أيضا للحمل والرضاعة ممنوع استخدام هذا الدواء. الجرعات مثل ما تشوفون جرعة البالغين في حالة الذبحة الصدرية والعياذ بالله، والله يسترنا ويستركم، وارتفاع ضغط الدم الجرعة الأولية تكون 6.25 ملي جرام مرتين مع الأكل. هنا عندنا الجرعة الدائمة مرتين مع الأكل أو حسب تعليمات الطبيب. طبعا هي النوعيتين الخامس والسادس هو تقريبا نفس الشيء. هنا يجي نوبات مع أدوية، يعني مشترك مع أدوية. هنا عندنا البروبرانولول، أيضا يجي نوبات ويا أدوية أخرى، يعني هو هذا أو هذا، يعني شباب يقول لك الأول أو الثاني. اللي قلنا هذا يغلق بيتا 1 و 2، هذا يغلق بيتا 1 و 2 ألفا 1. يجي أيضا ويا أدوية أخرى كمدرات البول أو بقية الأدوية من ضغط الدم، والله يبعدنا ويبعدكم. أيضا هنا عندنا هاي الأدوية الأخرى اللي راح نشرحها إن شاء الله. طبعا هاي حاصلات الكالسيوم، أيضا حاصلات الكالسيوم، وهذا بالأخير اللي هو ينطول الحوامل. هذه نقول المعلومات اللي قدرنا أن نعطيكم إياها على حاصلات بيتا الغير انتقائية. طبعا بنهاية الفيديو نشكر حسن متابعتكم، لا تنسونا بالضغط على لايك ومشاركة هذا المنشور ليتسنى لنا نشر المزيد. إلى اللقاء.